أقعد أقوله نكتب الباء، يقولي شكلها إيه؟ زي الطبق يا حبيبي تحتها نقطة، ألاقيه هيجيب لي النقطة وحاططها من فوق. أنا ضغطي عالي ومش عارفة أعمل إيه، وبحس إن أنا بتحول لوحش ساعة المذاكرة، وممكن أقطع الورق وأبقى مش طايقة نفسي، وفي الآخر بحس بالذنب وببقى مش عارفة أعمل إيه. هو غبي ولا بيستغبى عليا ولا أنا اللي مش عارفة أشرح له؟ الولا مستقبله هيضيع. اهدي يا ماما، ما هو مفيش طفل هيتعلم وهو خايف. انتي لما بتزعقي مخه بيدخل في حالة الكر والفر، وقشرة المخ المسؤولة عن التفكير بتفصل تماما، يعني هو فعليا مش سامعك، ده مش غباء منه والله. طب اعمل ايه يعني؟ الواجب لازم يخلص، ده عليه درجات، مش كفاية الكبير اللي عنده تقييمات؟ انا معاكي، لازم نخلص الواجب، بس تعمليها ازاي؟ قسمي المهمة الكبيرة لأجزاء صغيرة، يعني نكتب جزء وناخد بريك شوية. وحاولي في البداية استخدمي المنبه أو التايمر على الفون بتاعك علشان يحس إن المذاكرة ليها وقت وهيخلص. أهم قاعدة، اتواصلي جسديا مع ابنك أو بنتك الأول قبل ما تصححي له أخطائه، وطبطبي عليهم دايما وحسسيهم إن الأمان موجود، لأن الأمان أهم وقبل العلام. وافتكري دايما، الطفل مش عايز أم مثالية، الطفل عايز أم واعية. وقبل ما انهي كلامي، عملتي تمرين النفس النهاردة؟